شهدت بأم عيني وانا عندي 8 سمعت بقى، ما شفتوش وما كنتش مصاحبه، سمعت ان في طفل يكاد يقاربني، انا 8 وهو عنده 12 سنه، مقارب، عمل كذا كذا كذا. ما فيش ايام وانا قلت ان منزلنا كنا اقطن في شارع عباس اللي هو محفوظ العجود بالقرب من المحكمه، الان على بعد امتار من المحكمه المحافظه. كان مكان المحافظه الحاليه معسكر لقوات بلوكات النظام اللي هي الشرطه اللي زي الامن المركزي. انا كنت بتجول وانا صغير، فشفت بقى بأم عيني الدوريات البريطانية وهي تناوش وتطلق. ما هو ابتدى اتحرق لهم معسكر، هيبتدوا بقى يناوشوا ويستفزوا وبتاع. 8 سنين شهدت بأم عيني معارك القنال اللي انتهت بمعارك الشرطة في إسماعيلية، والثلاث محافظات على مدى تقريبا 3-4 أشهر أفرزت بطولات كبيرة عندي، ليها أطلس تاريخي لبطولات مدن القناة 51. ده تحت طبعا إن شاء الله. ابتديت أكبر بعدها بسنة سنتين، شهدت بأم عيني ترحيب بورسعيد ورجالتها في ذلك الوقت. بقى وصلت 10 11 12 سنة، سنة 52 قيام الثورة وترحيب أهل بورسعيد بإلغاء الملكية الفاسدة وإعلان الجمهورية سنة 53. وكانوا بيهتفوا لمحمد نجيب أول رئيس وزارة. وشفت بعد كده مجلس قيادة الثورة شاف من بورسعيد وأهلها من باكورة قيام الثورة حب أهل بورسعيد للثورة ورجالها. شاهدت أكثر من مرة زيارات أعضاء مجلس قيادة الثورة، كان منهم جمال عبد الناصر قبل ما يبقى رئيس وزارة، قبل ما يبقى رئيس جمهورية، وكان معاه دايما كان يجي معاه كمال الدين حسين وحسين الشافعي وصلاح سالم. جم في العيد الأول لقيام الثورة في 23 يوليو 53 ابتدوا يوزعوا أعضاء مجلس قيادة الثورة ويزوروا الصعيد ويزوروا هنا، وكان لنا نصيب جمال عبد الناصر، صلاح سالم، حسين الشافعي، وانا قلت كمال الدين حسين. استقبلوهم اهل بورسعيد استقبال كنت صغير. شفت كل ده انا بخزن. بتسموه ايه بلغه الكمبيوتر؟ الستورنج بتاع المعلومه والحاجات دي. هذا ازاي كيف كنت او اكون او ساكون او ما كنت مؤرخا بالمعايشه. تيجي معركة بورسعيد سنة 56، أنا قلت كنت مولود ومقيم في المنزل 16 شارع عباس وعرفات 16 محفوظ العجودي وعرفات. البيت ده كان يملكه يوناني أبطان في هيئة قناة السويس اسمه نيكولا سيتيناس، ونكاد نكون الوحيدين اللي كنا المصريين في البيت. ليه؟ أنا لسه من شوية بقول أنا اتولدت في 9/9/44، بما يدل إن والدي تزوج سنة 43، فكان بيعمل في الجوازات، وكان والدي من النوع الهادي، فكان بيتردد على الجوازات. نيكولا سيتيناس أحب والدي وعلم أنه سيتزوج فاختار له تلك الشقة. وكان مش معناها عشان الجوازات دي معناها زي مقابل او رشوه او لا، ده كان يفطط للايجار منتشره، وكان للايجار بالعربي الوي بالفرنساوي. فهو ما شاف الوالد هادي اختار له الشقه دي. فجاء سنه 56 عايشت معركه 56. عايشت يعني ايه؟ مشاهدا ومستمعا وناظرا، والثلاثة يجتمع إلى راصدا لكل صغيرة وكبيرة عن معركة بورسعيد، مما أهلني ذلك لأن أعد كتابا مستقلا عن معركة بورسعيد بالمعلومة والصورة والوثيقة. أطلقت عليه الأطلس التاريخي لبطولات شعب بورسعيد، وصدر في زمن المحافظ الطبعة الأولى سامي خضير، وكنت وقتها الرجل الثاني للجنة التاريخ والتراث، مقرر لجنة التاريخ والتراث. فأردت أن يكون
للجنة التي أنتمي إليها ثقل بين لجان المجلس الأعلى للثقافة، فنظرت هذا العمل الذي أعددت مادته وصوره بالكامل من عندياتي ووثائقه للجنة التي أنتمي إليها طبقا لمبدأ الإيثار قبل الأسرة، يعني حب الغير قبل ما تحب نفسك. ولما صدر هذا الكتاب أحدث ضجة، كان طبع على نفقة المحافظة الطبعة الأولى، ابتدت تجينا خطابات نشر عنه في الصحف والمجلات، وأحدث هزة ثقافية شديدة. أساتذة الجامعات عندي الجوابات عاوزين هذا الأطلع يحصلوا على هذا. احنا كنا في الأول المحافظة مشكورة، وكفاية إن أنا أشوف الكتاب أول نتاجي، وإن كنت ابتديت النتاج الفكري بمقالات عديدة في مجلة بورسعيد الجديدة أبو محمد حافظ أبو الشهود، لصوت بورسعيد، لبورسعيد المصورة، العديد من المجلات والصور كانت بتصدر. لكن الكتاب شيء جميل. جاء بعد سامي خضير الله يرحمه، كان راجل محب لينا وابن بورسعيد فاضل. دخلت لذلك المحافظ الله يرحمه، دخلت مكتبه وجدته في غاية من البساطة، ألقى خارجا بالكراسي المتحركة التي تتحرك يمينا ويسارا، وجالسا على كرسي من الخرزان العادي، ويشرب في كوباية زجاج من إنتاج ياسين متواضع. فتقدمت له بطلب لإعادة طباعة الأطلس في طبعة تانية مزودة ومنقحة، نظرا للطلب الزائد على الطبعة الأولى. كان اسمه الله يرحمه جميل عبد العليم أبو الدهب، وهو ضابط شرطة لواء شرطة. فقام قال لي أنا موافقك يا أستاذ ضياء على إعادة طباعة الأطلس طبعة تانية، بس أنت مش شايف إن بدل ما ندفع ثمن الطبعة التانية نوفر شقة لمحتاج؟ قلت له كلمة واحدة: أنا لا أدخل معركة إلا وأكون الكفة راجحة بفضل ربنا معايا، وهي ليست معركة، ده مطلب ثقافي. قلت له معالي الوزير اعطي للثقافة جانبا. فإذا به يأخذ من يدي الطلب ويؤشر عليه. ما قعدش كتير، أشر على الطلب من هنا، وجاء بعديه حافظ فخر الدين خالد. فدخلت له قلت له معالي الوزير أنا عملت كتاب اسمه الأطلس التاريخي لبطولات شعب بورسعيد ولاقى رواجا وإقبالا، مش هكلفك شيء، ده في موافقة مسبقة لولا. قال لي فين هي؟ قلت له أدي الطلب اهو. قال لي وأنا موافق. حتى أنا من شوية بقول لكم وبشرح للمشاهد والمستمع الكريم إن عندي ما زال كتاب عن كنت أطلقت عليه الأطلس تاريخ بطولات مدن القناة الثالث. قلت بعد ما اتطبعت اللي هو فخر الدين خالد ده، يا سلام كان إنسان جميل الله يرحمه، كلهم كانوا ناس طيبين. طبعنا الطبعة الثانية وعملنا تقديم بالاثنين، مش الثاني مشى وكان موافق لي، أنكرناه كلجنة، حطينا صورته جميل أبو الدهب وفخر الدين خالد، وطلعت الطبعة الثانية. قلت فرصة، فدخلت له أنا فاكرها لسه في ودني، قلت له معالي الوزير ده أنا عامل كتاب تاني اسمه الأطلس التاريخي لمعارك القناة 51. قال لي هو أنت ما عندكش إلا أطالس أطالس أطالس؟ قلت له هي جت على دي وتوافق، ما نسميه اختار أي اسم، بس جه اتنقل. وعندي لسه في الدولاب المادة الخام بتاعي. الطبعة الثالثة طبعت في عهد المحافظ مصطفى صادق، قبل ما اخش له بالموافقه على طباعته. ما انت لازم تاخد، امال هتجيب فلوس منين؟ لازم تاخد موافقه المحافظ الرأس الاعلى في البلد. كنت طورت عن الطبعه الاولى والثانيه، وبالصدفه كان جه يزور بورسعيد اللي هو اسمه حسن عبد الحميد، كان هو اللي بيدرب الفدائيين اللي اصبحوا فدائيين معركة بورسعيد 56. جه بعد قيام الثورة كلف من مجلس قيادة الثورة انه يدرب. شافوا ان بورسعيد هي البوابة الشمالية للقناة، وشافوا ان اهلها، ما قلت من شوية مجلس قيادة الثورة بحسه شاف ان بورسعيد بتحب الثورة وبتحب،
فبعته هذا كان ملازم اول لسه متخرج يدرب على العمليات الفدائيه. في ايام المصطفى صادق المحافظ وانا حامل الطبعه الثالثه من الاطلس فوجئت بزيارته، فالتقيت بيه وعملت معاه حديث جميل ازاي كنت بتدرب وايه 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 والخبايا، وزودت الطبعه الثالثه بزيادات عن الطبعتين الاولى والثانيه. فداخل للواء مصطفى صادق قلت له بستسمحك في طباعه الجزء الطبعه الثالثه من الاطلس تاريخ بطولات شعب بورسعيد. قال لي موافق بشرط. قلت له ايه؟ قال لي لازم تزود عن الطبعه الاولى والثانيه. قلت له تمام يا فندم، انا زودت وبدون ما تقول زودت بحاجات جديده ولأول مره يمكن. قال لي وفي مطلب تاني، في موجود في بورسعيد لواء اسمه حسن عبد الحميد، ده كان اللي بيدربني في الكليه الحربيه او البشاويش بتاعي في الكليه الحربيه، فاقعد معاه. قلت له يا فندم تمام، وكنت معاه من يومين وسجلت وجاهز المادة بالكامل. قال لي فين الطلب؟ ووافق. كنا طبعنا طبعة أولى وطبعة تانية. في مطبعة المستقبل كان في إنسان فاضل الله يرحمه رئيس مطبعة المستقبل اسمه أحمد أبو النور، كان مثقف. قال لي أستاذ ضياء أنا هعمل لك مفاجأة في الطبعة الثالثة دي. قلت له خير. قال لي مش بس هكتفي، انتوا طالبين 2000 نسخة، والمحافظة طالبة 2000 نسخة وتعاقدنا على 2000 نسخة. انا مش هطبعها بس بالورق الفاخر الابيض، انا عندي شويه ورق كنت محتفظهم لنفسي لونه ازرق، بعض لك ابيض نص الكميه ال1000 ابيض والثانيه. تغزلت سكينه فؤاد وقالت ان الاطلس التاريخي في طبعته الثالثه ظهر بزرقه ماء بحر بورسعيد.